معرض هناك اهو. وصلنا يا اخي معرض الابد، ويلا بينا هوريك حبه حاجات من الارت وورك اللي معمولين هناك بترانزيشن سريعه كده. ويلا بينا هوب مكان في التاني في التالت في الرابع، يلا بينا. ايه صحيح انت تقدر تروح لحد 30 نوفمبر، وطبعا كله ببلاش. والشمسيه دي هتعرف جبناها منين في الفيديو. وصلنا الاهرامات يا اخي، ويلا بينا ناخد راوند جوه ونروح معرض الابد. تعالى يا اخي عشان النهارده اقول لك ازاي تيجي المعرض الجديد. احنا جايين في الاخر بس يلا بينا. معاك عربيه فانت هتتسوح هنا شويه، بس تتسوح وتمشي احسن من انك شفت الناس اللي انا هحطهم لك دلوقتي دول، لا يقول لك 100 ولا يقول لك 200 ولا يقول لك 300، فانت ما تجيش تتسوح، انت كبر دماغك وامشيها. معاك تسلم على جدي، بعد كده ناخد راوند وبعد كده نروح على المعرض. والكام ثانيه دول للناس اللي بقالهم كتير مش بيروحوا الاهرامات. المفروض اللي احنا هنا عند الاهرامات وابو الهول، والمعرض هناك. عمال احاول ابين لكم المعرض بس تقريبا مش هيبان كده، بس هو النقطه اللي هناك دي مهما عملت زوم مش هعرف اوصف لكم هو بعيد قد ايه عن المكان. بس انتوا عشان تعملوا الصح مع نفسكم تيجوا بعربيه ظبطوها كده مع اصحابكم، ولا حتى لو اوبر تخش ب 10 جنيه، يا اما بقى فرهده وبتاع وكده. انا جاي في يوم مفيش شمس قوي، فهفرهد نفسي وهنمشي انا واصحابي شويه. ما لقيتش حل انا واصحابي غير اننا نركب خيل عشان المشوار بعيد قوي بصراحه. وصلنا لاجمد حاجه في اليوم، بس واحنا مستنيين حصل حاجه غريبه. الحمد لله ربنا كرم وسرقنا شمسيه وسرقنا البتاعه دي الحمد لله. ونرجع لاجمد حاجه تاني، وهي انك بتخش تتصور جوه ويطلع لك بوستر بصورتك، بتنزل لك من فتحه من الهرم اللي هم عاملينه، بتبدا انت تلزقها او تخلي حد من اللي شغالين هناك يلزقها لك وتتصور مع صورتك في الاهرامات. يا مان فكره جامده جدا. حاولت اخد البوستر واروح بيه، قالوا لي لا هو الارت وورك نسيب صورتك وان الهرم فاضل والناس بتروح. في النهايه يا اخي انت تقدر تستمتع باي طريقه انت عايزها، بس التجربه هنا جامده قوي. ومهما انا عملت مش هجيب لك كل الاماكن اللي موجوده هنا، لان الاماكن كتيره ومحتاجه مشي كتير ومحتاجه فرهده، فبصراحه انا تعبت جبت اخري. ودايما كده معاك يا اخي، وبجيب لك كل جديد في البلد وازاي توفر وازاي تخرج وازاي تتبسط. وما تنساش يا اخي اللايك والفولو والكومنت لذيذ كده، ويلا بينا نكبر سوا. سلام.